يعني عم تستنى الناس لما تسمع شو اخبار. اهلا وسهلا فيك هون بفنزويلا، والشعب الفنزويلي والطائفه الدرزيه بفنزويلا حملونا إلك بشكل خاص السلام، والسلام ايضا للشيخ ابو سلمان حكمة الهجري، يعني راعي هذه الطائفة التي تمتد من كراكاس إلى السويداء مرورا بإسرائيل ومرورا بلبنان. فأهلا وسهلا فيك، والميكروفون إلك، وهات لمنا نشوف شو بتخبرنا أخبار جديدة مسرة. أكيد عندك أخبار بعد اجتماعات الكنيسة وبعد زيارة رئيس الوزراء على الجنوب السوري، وكثير من الأخبار اللي لازم اليوم نسمعها ونوصلها بكل صدق وأمانة لأهلنا بمحافظة السويداء. أهلا وسهلا أستاذ أيوب. مساء الخير لك ولجميع المشاهدين. أنا بفتخر وبعتز في هاي المحطة المحترمة، وخاصة اللي جالية كبيرة اللي بيوصلهم أخبار مني، اللي هي جالية في فنزويلا، اللي أنا يعني من يوم ما صارت هالمحنة على السويدة بشعر إنه الكل أهلي هناك، ولما بتحكي معي أنا بشعر إني لازم أعطيهم الأخبار، وبتأمل إنه يستفيدوا وشوي الأمور تهدى. فنحن في هذا الخط. أما بالنسبة للي كان وبده يصير في السويداء، فأنا كثير سعيد بكام شغلة كانوا في الفترة اللي أنا فيها دائما على اتصال الأخ ياسر معك. فأول شيء بيبدأ في زيارة رئيس الحكومة والطاقم الأمني كله إلى المنطقة الجنوبية في سوريا. هذا مش عفوا، هاي لأول مرة بيزور رئيس الحكومة والطاقم الأمني كله، وزير الدفاع، وزير الخارجية، الجهازات الأمنية كلها. هاي كان يعني زي ما بقولوا موقف عشان تفهم الجارة بقولوا له. يعني نحن جينا نقول نحن قسم من هاي المنطقة، ما حدا بقرب عليها مدام نحن موجودين. قالها رئيس الحكومة هناك، وبعكس كل اللي انتقدوني على مدار كل الفترة هاي بيّن انه كل كلمة حكيتها هي الصحيحة. رئيس الحكومة قال بشكل واضح الجنوب السوري ممنوع يدخل عليه أي مكون من قبل النظام السوري الجديد. ثاني شيء قال بشكل واضح نحن بهمنا حماية السويداء.